بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. رمضان مش شهر لا تعب ولا تخمة ولا إن احنا نطلع منه تعبانين أو وزننا زايد. رمضان في الأصل هو شهر تزكية للروح وراحة للجسد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا تصحوا، وقال: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. والحقيقة هي كلمات يعني مفهومة وبسيطة، لكن وراها منهج صحي كامل وكبير. لو مشينا عليه هتكون أجسامنا وصحتنا بصحة جيدة. ومع ذلك كتير مننا ساعة أذان المغرب أول ما يأذن علينا، وحضراتكم يعني احنا لسه في بداية الشهر الكريم وبنشوف الأخطاء دي. يأذن المغرب بسرعة الناس تدخل على الأكل التقيل والمحشي والمكرونة بالبشاميل والحاجات دي، وفي ناس بتنسى أصلا تشرب مية، بتنسى إنها تاخد تمراية، حتى بتنسى تدعي من كتر ما هي مجهدة وتعبانة وجعانة جدا. ولكن دي أخطاء كبيرة جدا على صحتهم. وفي السنة احنا أصلا المفروض نفطر على 3 تمرات أو مية وندعو الدعاء، وبعد كده نبدأ ناكل على مهلنا. نبدأ ساعة الفطار بقى يملوا المعدة مرة واحدة. حتى طريقة شرب المية بيكون فيها أخطاء كبيرة جدا وممكن تتسبب في مشاكل صحية كبيرة. نشرب كمية مية كبيرة جدا جدا، ممكن على معدة فاضية، ممكن تبقى ساقعة أو في وسط الأكل وبطريقة غلط. ونستغرب بقى، طب احنا ليه تعبانين؟ ليه حاسين ان احنا في رمضان بإجهاد، والمفروض ان احنا صحتنا تكون كويسة في رمضان؟ ليه بنحس ان احنا بعد الفطار على طول عايزين ننام مباشرة، وكأن الجملة اللي بتتقال كل رمضان وكأني انا بفطر بنج، باكل انام مباشرة؟ الحقيقة ان المشكلة مش في الصيام ابدا ولا في اي شيء، هي المشكلة فينا احنا وفي تصرفاتنا اللي بنعملها غلط على الفطار. احنا في حلقتنا النهارده احنا مش جايين نتكلم على حرمان ولا نقول لكم ما تاكلوش، لان احنا بنبقى صايمين وجعانين، لكن هنتكلم عن ازاي هنفطر صح زي ما السنة علمتنا، وازاي العلم الحديث دلوقتي بيأكد اللي السنة قالت عليه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بيه في الفطار، وايه الاخطاء اللي احنا بنقع فيها وازاي نتجنبها علشان كمان معدتنا ما تتعبناش وما نطلعش من رمضان زايدين وزن كبير. كل التفاصيل دي بإذن الله تعالى هنعرفها مع ضيفتنا الفاضلة خبيرة التغذية العلاجية والإعلام التغذوي الأخصائية أميمة درتكة. السلام عليكم وأهلا مرحبا، كل عام وحضرتك بخير يا أستاذة أميمة. عليكم السلام وأنتم بألف خير، ونتمنى الشهر يكون مبارك على الجميع. نحن في يا رب. الأسبوع الأول، فبتمنى الجميع يكونوا في ألف صحة وسلامة يا ويكمل رب يا الشهر رب على خير أكيد. يا رب، اللهم امين اللهم امين. شكوى كتير من الناس يا استاذه اميمه في رمضان بعد الفطار، ليه على طول بحس ان انا تعبان قوي بعد الفطار، حاسس بتخمه بطني، مش قادره اخد نفسي، على طول حاسه بخمول وكسل وعايزه انام. يعني كتير كتير بيناموا بعد الفطار مباشره. ليه ده بيحصل؟ طبعا هذا بيحصل لأنه إحنا عم نتبع أسلوب غلط في إنه العودة من بعد صيام، لنحكي مثلا تقريبا بما يعادل 10 إلى 16 ساعة حسب الدول، هو طبعا مختلف. ولكن هو طريقة إدخال الطعام من بعد هذه فترة الصيام بطريقة خاطئة. فالجسم لما يستقبل كميات الطعام والنوعيات اللي إحنا عم ندخلها بالطريقة الغير صحيحة والغير سليمة، عم بيؤدي إلى التخمة، مشاكل في الهضم، وحتى حالات عم تدخل المستشفى من بعد الإفطار. بالظبط. وهذا السبب أكيد اللي هي سبب التخمة والتخبيص اللي بيصير من بعد مم. وجبة الإفطار. لأنه نحن نتخيل مجرد لما تيجي نبتة زراعية مثلا عم تزرعيها وبتسقيها مي، لو تركناها فترة مثلا بدون، لما نيجي نحط المي فأنت بتعمليها شوي شوي حتى أنت تخليها تستقبل بطريقة صحيحة. ولكن نحن لما تعطي الشيء مرة واحدة، هون أنت عم بتأدي إلى إنه الجسم انصدم اساسا. فالجسم هو بينصدم انه ايش مم. هذا اللي احنا عم نعمله، ايش اللي عم يدخل على جسمي، او ايش اللي انا عم بستقبله. ما بيلحق يعمل عملية الهضم أو إدخال أو تحليل العناصر الغذائية اللي عم تدخل الجسم بطريقة صحيحة.
فهو السبب الرئيسي عدم تنظيم الأكل أو نوعية الأكل، الكمية والنوعية اللي عم تدخل الجسم. تمام. فنحن تمام. المفروض نكون منطقيين كيف عم ندخل أكل على أجسامنا. طيب إحنا إزاي بقى نكون منطقيين وإحنا بندخّل الأكل على أجسامنا ساعة الفطار؟ فكلمينا عن أبرز الأخطاء الشائعة اللي بيقع فيها كتير من الناس وقت الفطار، واللي بسببها بتحصل التخمة وبتحصل المشاكل الصحية في المعدة. طبعا هي الأخطاء فعلا متعددة كتير. في من بعض الأخطاء، في بعض الأشخاص ممكن يبدأوا مباشرة بشرب العصير، والعصير دائما طبعا هو مختلف حسب العادات والتقاليد لكل دولة. في بعضهم مثلا بيبدأوا بالعصير العالي بالسكريات، والسكر معروف أول شيء بيعطي شبع، بنفس الوقت بيكون شبع سريع، بيخلي ارتفاع الأنسولين في الدم بمستوى عالي جدا وسريع، وبسرعة بيرجع يجوع. فنحن لما عم نصدم الجسم بدخلة سكر عالي جدا، هون احنا عم نأثر على العمليات الحيوية والأيضية في الجسم، حتى على الدماغ وعلى كل السيالات العصبية بعمل تأثير عكسي. إمم. فعندنا مثلا من الأخطاء الشائعة إدخال العصير على وجبة مباشرة نحن لما نبلش فيه ناكل. في من بعض الأخطاء كميات الأكل اللي عم تدخل، وسفرة رمضان وموائد رمضان صراحة إذا نحن بنلاحظ ست البيت بتاخد تقريبا 3 أو 4 ساعات لا يقل عن تحضير، من سمبوسات، للأسف. من طبعًا. مقليات. طبعا ما عم نحكي إمم. عن الأكل الصحي، دائما السفرة الرمضانية بتتعدد بالأشكال مثل المقالي إمم. وبأنواعها، طبعا المعجنات. طبعًا. صحن السلطة بيكون موجود، ولكن هو بيكون موجود شكلي عند أكثر الأشخاص اللي نحكي طبعا. اللي هو عشان فهون ضميرنا يرتاح، بس عملنا طبق سلطة بس عشان أريّح ضميري. بالضبط، يعني هو بيكون بس فقط منظر، أعطى منظر للسفرة لا غير، وقليل من الأشخاص اللي إنه بيهتموا إنه لازم يدخلوا السلطة على وجبتهم. طبعا والخطأ الكبير والأهم طريقة إدخال الطعام على المعدة بعد الصيام. أول شيء نحن الطبيعي والهو الأسلم والصحيح إحنا نبدأ بالتمر. التمر لأنه عالي بالبوتاسيوم وفيه الألياف العالية، والسكر التمر هو سكر طبيعي. فنحن لما نبدأ بالتمر، طبعا من تمرة إلى 3 نحن، فهذا التقريبي لنحكي لشخص طبيعي حتى يستقبل البقاء الأشياء الآخر يعني الثانية من الأكل. فالتمر هو مثل ما حكينا بوتاسيوم، مغنيسيوم، عالي بالألياف والسكريات الطبيعية المفيدة اللي بتعادل سكر الدم عندنا. فلما نبدأ على التمر نحن عم نلين المعدة وعم نجهزها إنه بتبلش تستقبل. فهون المعدة بلشت تعرف إنه في بلش أكل يدخل، وهذا كان ملين له وألياف عالية بنفس الوقت. من بعد التمر فينا ناخد صحن الشوربة، والشوربة جدا كمان مناسبة وممتازة لرمضان، ولكن مع التحفظ على أنواع الشوربة اللي بتنعمل. في كتير من سفرنا عم بتكون بالشوربة العالية بالكريمة والعالية بالزبدة والسمنة، طبعًا. وعم بيدخلوا فيها عناصر غذائية جدا كثيرة. فنحن الشوربة لازم تكون يعني بشيء بفكر بسيط، يعني مقدار الكريمة اللي احنا عم نضيفه على هذا الشوربة هو مقدار عالي جدا من السعرات الحرارية. فبالتالي نحن نرجع نحكي الوزن زاد، أنا ما عارفك، أنا عم بشبع، أنا ما عم باكل، يعني بصير في اختلافات بآراء كثيرة من الناس. فنحن عم نجي على الشوربة، في العديد من أنواع الشوربة الصحية واللذيذة بنفس الوقت، واللي بتأثر على الجسم بطريقة صحية وليست سلبية، فينا نعتمد عليها. فنحن أخذنا مقدار كوب من الشوربة التمر، ثم كوب من الشوربة، وممكن نشرب كوب من الماء. عدم الإكثار برضو من الماء، هذا الشيء جدا إحنا لسه مهم هنتكلم عند وجبة عن الإفطار. الطريقة الصحيحة لشرب المَيّة، لإن إحنا في ناس أول ما الأذان بيأذن يا أستاذة أميمة، بتلاقيها مسكت إزازة المَيّة، ممكن يكون مثلًا توصل لنُص اللتر أو أكتر كمان من كتر ما هي عطشانة صح. وعلى معدة فارغة، أو طول ما هي بتاكل، تاكل لقمة ووراها مَيّة، فيعني ده ممكن يعمل أصلًا خطر على صحته أو يعمل له صحيح. مشاكل قدّام. صح. ليش؟ لأنه المي أساسا الجسم بيستقبل فقط نص لتر، عدا عن النص لتر دفعة واحدة، عدا عن النص اللتر الجسم يتخلص منه مباشرة، فما حستفيد لو أخذت اللتر. أنا جسمي ما حياخد إلا النص لتر الأول، الباقي حيطرد الجسم خارجه، فأنا ما حستفيد. مجرد عم بعمل إجهاد للكلى عندي إنه بتضل يشتغلي ضل يشتغلي، لأنه تطلع المي الزايدة عن حاجة الجسم عن طريق الكلى. فأنا هون بالطريقة عم بجهد الكلى فقط في مجال العمل، إنه عم تعمل ساعات أكثر.
بنفس الوقت أنا لما بكون صايمة وبشرب المي مباشرة، هلا نحن بنحكي عن كمية المي وليس كاسة مي، بالعكس جدا ممتاز. لما نكثر من شرب المي، أول شيء المي أكيد حتاخد مكان في المعدة، فأنا ما حقدر آكل كمية منيحة من الأكل، أو مش منيحة يعني الكمية الكافية من الأكل، إمم. فأنا حأثر على كمية أكلي. تاني شيء شرب الماء الكثير على المعدة الفاضية أكيد بيعطي الشعور بالتخمة برضو، مع إنه المي هي جدا شيء بسيط طبعا هي لكن بالملء اللي بتعمله في فراغ أو في جدار المعدة إمم. عم بتأدي لشعور بالانزعاج، عدم الأكل بطريقة منتظمة وطريقة صحيحة، فبيكون لها هون التأثير السلبي. حتى في بعض الأشخاص إذا بيشربوا مي بكميات كثيرة بيصير عدم الارتواء، يعني بيضلوا يشربوا مي على مدار اليوم إمم. وما بيحسوا نفسهم يعني خلاص إنه الشعور بالعطش راح، بيضلوا المشكلة كمان مستمرين يا في العطش. أستاذة أميمة إن إحنا عندنا ناس، يعني في ناس وقت السحور بيفضل لحد آخر لحظة قبل الأذان بثواني يشرب ظنًا منه إنه خلاص الحبة الأخيرة دول هم اللي هيخلّوه ما يعطشش نهائي، ويفضل وقت السحور ما ياكلش على قد ما يشرب مَيّة. فكلميني على موضوع شرب المَيّة في وقت السحور، وإزاي نقنّنه، والفكرة إن أنا هافضل عطشان، فبالتالي أنا ماسك الإزازة طول وقت السحور. صحيح، هذا للأسف هو تفكير خاطئ وعكسي جدًا. هلأ الطريقة الصحيحة والمثلى لشرب المي إنه أنا رح أشرب مي من وجبة الإفطار إلى وجبة السحور، طبعًا بما فيها وقت النوم هذا شي تاني يعني. فهاي الفترة اللي نحن حنشرب مي فيها، المفروض منا نحن نشرب كم حسب كل جسم مختلف، من 2 إلى 3 لتر، فبتتقسم إلى كاسة تقريبًا كل ساعة أو كل ساعتين، يعني لا يتجاوز النص لتر على دفعة واحدة. مثل ما حكيت في البداية الجسم بياخد نص لتر والباقي بيطرحه خارج الجسم، فنص لتر يعني أنا لو جيت على وقت السحور وشربت لتر كامل أنا ما حيعطيني شعور إنه خلاص أنا ما حعطش، بالعكس حعطش أسرع، لأنه الجسم حياخد النص لتر برضه وحيطرح الباقي خارج الجسم، فما حيكون في فايدة أبدا. الصح إنه أنا أشرب مي على مدار ساعات اللي هي الإفطار ويتوزع شرب الماء. هون أنا بعطى عدم الشعور بالعطش خلال اليوم، إضافة إلى التكنيكات اللي بتنضاف على وجبة الإفطار أو على وجبة السحور اللي عم بتقلل لي من الشعور بالعطش، مثل تناول المخللات على وجبات اللي هي سواء الإفطار أو على وجبة السحور بتعطي الشعور بالعطش. فكثرة زيادة أو تناول الملح طبعا، والمخلل جدا عالي بالملح، فالإكثار من تناول الملح بيؤدي إلى الشعور بالعطش. فكل ما قللنا من الملح في الأكل أو في المخللات أو في الأطباق الإضافية عم بنساعد أنفسنا على عدم الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام. إمم. العصائر والسكريات العالية كمان بتأدينا إلى شعور بالعطش، فأنا كل ما أخذ عصير لا يعني إنه أنا لا عم باخذ سوائل معناته أنا ما هعطش. إن كان عصير طبيعي بدون إضافة سكريات هذا الشيء معقول، ولكن إن كان من السكريات الصناعية، وطبعا نحن نعرف في سفراتنا دائما بتغنوا إمم. بالعصائر المصنعة مثل عصير قمر الدين، عصير الفيمتو، الجلاب، التمر الهندي، آه. السوس، كل هاي من العصائر المضافة وإلها بكميات عالية من السكر. حتى الكركديه مع إنه هو عصير جدا صحي، ولكن بإضافة السكر اللي عم السكر بتتم العالي لحتى عليه. تعطيه إمم. طبعًا، فهون بالعكس أنا حيصير في عندي شعور بالعطش، وليس شعور بالعطش فقط وإنما الشعور بالجوع على فترة أسرع. ليش؟ لأنه مثل ما حكيت في البداية بيخلي ارتفاع معدل السكر في الدم بشكل سريع جدًا وبينزل بسرعة مباشرة، إمم. فهاي الاختلال بعملية ارتفاع معدل السكر في الدم بارتفاع ونزول بشكل سريع، هاي بتخلي الاختلال اللي بتخلينا نرجع نشعر بالشعور بالعطش والجوع في نفس الوقت. تمام. تمام. فالاتزان هو الحل الأمثل والصح في توزيع الوجبات الغذائية وفي العصائر. بالضبط. بالضبط. طيب إيه رأيك في الناس اللي بتقول أنا ما باتسحّرش، أنا على وجبة الفطار بس، وفي السحور أنا ممكن أشرب أي مشروب دافي، آخُد مثلًا كوباية زبادي فقط، أو ممكن ما اتسحّرش خالص. فكلّمينا عن الناس اللي ما بتتسحّرش خالص، ده ممكن يكون صحّي ومناسب والّا لأ؟ وإيه أفضل الأكلات في السحور اللي تدّينا طاقة، وزي ما بنقول كده في مصر تسند قلبي، تخلّيني يعني ما أحسّش بالجوع طول الوقت. هلا اللي ما بيتسحروا تسحروا فأنا في السحور بركة، طبعًا فهذا الشيء سُنّة عم مؤكدة. بيأكد لنا إمم. إنه السحور بالعكس هو شيء صحي وصح للجسم.
هلا طبعا خطأ انه احنا اذا بنفطر او مثلا نفترض اخر وجبة اكلناها الساعة 10 11 ونضل لتاني يوم، فبالعكس كمان هون انا ما بدي كمان اثر على جسمي بانه ينخفض معدل السكر في الدم خلال ساعات الصيام. واذا انخفض معدل السكر في الدم لا سمح الله ممكن تصيب الرعشة، عدم السيطرة على التركيز، فقدان الوعي، احيانا قد تؤثر الى الدخول في الكوما او اللي هي الغيبوبة، ممكن الانسان يدخل في غيبوبة. اه وبتختلف طبعا إن كان مريض سكري أو مريض أي نوع من الأمراض التانية، الله يعافي جميع الناس. هلا فالسحور لازم، ولكن هلا السحور ما نعني هي مائدة وعم تتحضر كما بنحضر الفطور أو بناخذ كل الأنواع، بالعكس هي عبارة عن وجبة خفيفة جدا. مثلا ومن أفضل الوجبات اللي بتنعد للسحور البيض من الوجبات الرائعة جدا اللي ممكن نحن نتناولها في وجبة السحور وأثناء الصيام. طبعا برضو البيض مش المقلي في الزبدة والسمنة، ولكن هو ممكن يكون البيض المسلوق أو ممكن مش مقلي. هلا بطريقة القلي على مثلا بمعلقة واحدة من زيت الزيتون ممكن يكون هذا كمان جيد. البيض طبعا من الخيارات المثلى. عندنا الخيارات الجيدة ان احنا ما نتناول الخبز الابيض، ولكن يكون الخبز العالي بالبروتين مثل الخبز الاسمر، بيكون من الخيارات الممتازة. عندنا بذور الشوفان من الخيارات الرائعة اللي ممكن نحن ناكلها مع الحليب، ممكن ناكلها مع اللبن الزبادي، جدا ممتاز. كمان في عنا الفول والبقوليات بتعطي الشعور بالشبع لفترات أطول من الوقت. ومن أسوأ الخيارات اللي بتعتمد على الموالح، والخيارات اللي بتعتمد على السكريات، مثل اللي بيسحروا الأشياء الحلوة مثلا كرواسون بمختلف أنواعه، ممكن يتسحروا المربى أو الأشياء هاي المصنعة اللي هي مثلا بتعتمد على كميات عالية من السكر، أو ممكن ساندويتش شوكولاتة في ناس بيعملوا على سكر. هاي من الأشياء جدا سيئة. فدائما نحن نعتمد على الأشياء الصحية اللي هي إدخال البيض، الشوفان أو البذور، الحبوب بمختلف أنواعها، البقوليات، الخضار، يكون برضو في خضار موجودة سواء طبق سلطة أو خضار عادي مقطعة مثل خيار أو جرجير أو من الأوراق الخس، أي شيء مضافة إلى وجبة السحور. طيب الاعتماد على الخبز في ناس الأسمر أكثر. بتتسحر في ناس بتتسحر من باقي الفطار، يعني كنا عاملين ايا كان اللي عاملينه، عاملين محشي وبط، عاملين ملوخية ومكرونة بشاميل، عاملين ايا كان اللي احنا عاملينه، فبيقول لك احنا لسه هنقوم نعمل سحور جديد، فاحنا هنتسحر من اللي فطرنا بيه، اصل احنا ما فطرناش كويس، فخلينا ايه ناكل في السحور من الاكل اللي فطرنا بيه. انت ايه رأيك في الموضوع ده؟ هلا أنا صراحة مش ضد. أحكي لك ليش. لأنه أول شيء في عنا مبدئين: حفظ النعمة، لأنه فعليا عم بيصير مستحيل يرجعوا ياكلوا تاني يوم على الفطور. الشيء الثاني خلينا نكون واقعيين، يعني مش كل بيوتنا قادرة على أنه تعمل وجبة فطور ووجبة سحور، كمان الإمكانيات من كل شخص لشخص مختلفة. ولكن نتفق إنه الكمية اللي رح ناكلها على وجبة السحور هي ليست وجبة عشاء يعني بالوضع الطبيعي أو وجبة إفطار من جديد. الكميات أقل. النوع اللي أنا هختاره من وجبة الفطور أحاول الأشياء اللي تكون أنا عملتها مثلا فيها خضار، الأشياء اللي فيها أوكي مثلا مش رز، مش معكرونة، لأنه من مش هاي الأشياء اللي محشي. حتخليني أشعر في الأشياء اللي حتخليني أشعر بالجوع أسرع. فأنا أختار الأشياء اللي أعملها من وجبة الإفطار لكن تكون منطقية مع الأشياء الصحية. مش ضد أنا صراحة، تمام. ولكن طيب مع الاعتراف إنه كيف أختار الأطباق اللي أنا حضرتها. طيب قبل ما نختم حلقتنا يعني سريعا، الأطفال حديثي الصيام اللي لسه بادئين صيام ده رمضان الأول عليهم، احنا نسحرهم ايه علشان الولاد مش يجوعوا ويتعبوا؟ نهتم بتغذية الأطفال. في عنا أشياء رئيسية نحاول دائما إدخالها على وجبة السحور. مثلا عنا الموز، أو الموز من الخيارات الجدا ممتازة إنه ندخلها مع وجبة السحور لأنه بيقلل الشعور من العطش. فعنا ندخل له مثلا موزة مع وجبة السحور. نهتم بشرب المي خلال الساعات الكاملة وليس فقط مرة واحدة عند السحور. يعني نحاول قبل السحور مثلا هو لو صحي بساعة أو بساعتين، كل نص ساعة مثلا نعطيه شوي مي لحتى نوزع كمية المي على هاي الفترة، مع الاهتمام بالمي اللي بيشربها من وجبة الفطور إلى وجبة النوم. يعني مهتمين بالمي بشكل كامل. الوجبة المثلى مثلا عندنا البيض، وجبة خيار جدا ممتاز. عندنا طبعا نبتعد عن المقليات مثل البطاطا المقلية أو أي شيء مقلي نبتعد عنه. نبتعد عن الشيبسات، الأشياء هاي من وجبة الفطور إلى وجبة السحور بشكل كامل.
آه. السكريات نلغي له إياها. فنحن أيوه. على السحور نقدم له الموز مثلا، نقدم له خضار مثلا خيار مقطع، جزر مقطع، نعطيه قطعة من مثلا التوست الأسمر أو تنتين تمام. مثلا مع الجبنة. الأجبان جدا خيار ممتاز، بس مش الأجبان الصفراء أو المصنعة، دائما نعتمد على الأجبان البيضاء القليلة الملح أو اللي ما فيها ملح، المحلية يعني. تمام. البيض، إمم. الشوفان، ممكن نعمل شوفان مع التمر والعسل والحليب ونضيف له جزء من المكسرات. ودائما لو بدنا نعطي مكسرات تكون مكسرات نية غير محمصة وغير مملحة، لأنه حتى الملح المضاف إلى المكسرات هو بالوضع الطبيعي غير صحي، فما بالنا برمضان اللي نحن حنصوم بالضبط. فيه. بالضبط. فممكن نعمل له إياه مع هذا الخليط. وحتى ما نكون كتير يعني بنفس الوقت كمان الأم إنه هي تتغلب، أنا إيش بدي أعمل فطور لهذا الطفل ولا الأهل. ممكن حتى لو عملت فول لأهل البيت وسحرتهم فول، ممكن يتعشى فول أو يتسحر فول الطفل، ما في مشكلة. إمم. لكن أهم فكرة إنه دائما نحن بنعرف الأطفال بفضلوا المقليات مثل البطاطا المقلية، إمم. فهذا الشيء أكيد ممنوع وغير صحي أبدا، وبالعكس رح يخليه يشعر بالجوع والعطش إمم. خلال ساعات الصيام، وبالأخص بساعات الصيام الفترة الأولى، يعني ما حيطول لحتى يشعر بالجوع. هلا أكيد إحنا الهدف من رمضان أساسا إنه نحن رح نشعر بالجوع حتى نحس بالناس، ولكن نحن الهدف تبعنا نخلي ساعات الشعور بالعطش والجوع في الساعات الأخيرة من في الساعات الصيام. يعني الأخيرة. مش مجرد أنا بالضبط. بالضبط يعني سحرت آه. بعد 3 ساعات عطشانة وجوعانة، طب أنا شو إمم. فايدة السحور اللي سحرته؟ أنا بالضبط. الهدف تبعي بالضبط. أخلي الساعات متأخرة أكبر قدر وعشان مستطاع. كمان الأطفال اللي هم لسه بيتعودوا على الصيام ما يكرهوش الصيام من الأول بالضبط، كده، ويحسوا ويتعبوا إنه ويحسوا تعذيب إن هو كمان. مُجهِد عليهم وحاجة صعبة جدًا. أنا باشكرِك جدًا، جدًا في النهاية الأستاذة أميمة درادكة الأخصائية والخبيرة التغذية العلاجية والإعلام التغذوي على وجودِك معانا، شرفتينا، كل سنة وحضرتك طيبة، تقبل الله منا ومنكم صالح الطاعات، وبلغنا وإياكم ليلة القدر يا رب العالمين. يا جماعة رمضان فرصة للتوازن، وفرصة إن إحنا نخلّي جسمنا صحّي، مش فرصة إن إحنا نتعب معدتنا، وإن إحنا نتخن جدًا ونرجع نقول إحنا ليه بعد رمضان وزننا زاد وليه معدتنا تعبانة، علشان الأخطاء اللي إحنا بنعملها وقت الفطار ووقت السحور. ارجعوا للحلقة على شبكة سلام الإعلامية على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، هتلاقوا نصايح كتير قالتها ضيفتنا الفاضلة أستاذة أميمة عن الفطار وعن السحور. انتهت حلقتنا اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.